السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا مشتركاتي العزيزات في مطبخي الاقتصادي البسيط لأم داود. المشتركات الجدد نقول لكم مرحبا بكم معايا في قناتي. نبداو بالصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم راح ندير معكم فرماج تاع القطع، صدقوني ولا أروع ولا أروع، راح تستغناو كامل على الشراء تاعو، يعني وصفة ولا أروع، تنجح 200% اقتصادية. راح نشوفوها مع بعض. نبداو مع بعض بالمقادير وطريقة التحضير. عندنا نسري 3 حليب، نستعملوا الكاس الأول، نديروه كما راكم تشوفوا في أشواء، ولا تقدروا تستعملوا البغاء. هنا درت معاه 2 مغارف تاع الجبن طري. هنا تقدروا ديروا 5 قطع تاع مثلثات، كما تقدروا ديروا اي جبنه عندكم متوفره في البيت. نميكسوهم مليح بهذه الطريقه. الحليب هنا يكون معنا دافي، وراح نضيفوا هنا 4 كاس تاع زيت و4 كاس تاع مارغرين تكون دايبه، وعندنا 4 مغارف تاع نشا، و2 مغارف تاع فرينه، مغرف صغيره تاع ملح. هاد الاضافات كامل نديروهم مع بعضهم، ومغرف تاع خل، مغرف صغيره يا البنات تاع الملح، ومغرف تاع خل. كامل هادو راح نميكسوهم مع بعضهم. هنا تقدروا تستعملوا حتى جبنه الشيدر، يعني اي جبنه تكون عندكم في البيت، يعني قاعده لكم ولا ديروها. المقادير ما يهمش يعني واش ديروا قبل، يعني المقادير ديروهم كامل. راح نميكسوهم هنا، تميكسوهم مليح مدة على الأقل 5 دقائق. هذه الخطوة مهمة بالنسبة لهذا الفرماج، ونقول لكم باللي ناجح والله ما راح تندموا عليه، ما شاء الله يعطي كمية وفيرة. هنا نديروه في مقلاة ولا في كسرونة كما راكم تشوفوا، فرغتو في كسرونة. نديرو فوق النار على نار تكون قليلة، لازم ما تكونش كامل مرتفعة باش يعقد معايا. بهذه الطريقة، طريقة سهلة، وانا في الحقيقة ذهلت في النتيجة ديالو، جاب بزاف بنين. وراني نستعملوه في المملحات، يعني تستعملوه في اي وصفة ديروها، في البوراك، يعني واش درتو. هنا كنت وجدت عندي هنايا هاد الصحون، يعني ما يشدوا سخانه، درت لهم بابي فيلم وفرغت فيهم الخليط لازم تفرغوه تمتم وهو سخون باش ما يتجمدش معاكم. بهذه الطريقه وتليسوه. كنت درت لهم بابي فيلم باش نعاود ندير فوقهم الخليط ديالي ونغلق وندير في الفريجيدار. هنا نتوما تقدروا ديروا في مول واحد، تقدروا ديروا في يعني في فيرين هكا يكونوا صغار، يعني واش عندكم. انا المهم حبيت نوصل لكم الفكره تاع جبنه المثلثات. استعملت هاد الطباسه صغار، يعني هادوما ماشي قد لابواط، خرجوا لي الله يبارك. يعني القطعه فيها قيس 3 قطع تاع جبنه تاع مثلثات تاع برا، خرجوا لي بزاف. هنا خليتهم 3 سوايع في الفريجيدار، قيس محكم روحه وبرد، وقطعته معاكم. جبنه ولا اروع، بنينه بالبزاف. نتمنى تجربوها، تنفعكم في رمضان لوصفات، يعني ديروا بها وصفات. نتمنى يكون نال اعجابكم. هذا الفرماج اللي درناه اليوم يخرج تقريبا كيلو تاع فرماج. هنا القطع انا قطعتهم راكم تشوفوا كبار بالبزاف، بنين بالبزاف ما شاء الله، ما راكوش راح تندموا عليه. نتمنى نقول لكم حبيباتي ما تنسونيش بلي جام ولي زابوني. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة في وصفة أخرى إن شاء الله.